يا صباح الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى قصه جديده وحكايه جديده. انا بفكركم باللايك والكومنت والاشتراك وكمان تفعلوا صوت الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قصة النهاردة جاية لينا من شاب اسمه أشرف. أشرف عنده 20 سنة، عنده قصة مع مرات خاله. قصة أشرف مع مرات خاله وهو عايش عند جدته مامة مامته، واخواله كلهم متجوزين. اخوات أشرف التلاتة كلهم كبار في السن وبناتهم كمان، إلا أخته الصغيرة هي دي القريبة أكبر منه تقريبا بسنتين تلاتة. إلا مرات خاله هي دي اللي كانت قريبة جدا من السن، حتى هو ما كانش بيندهها بمرات خالي، كان بينده لها باسم عادي لأنها قريبة منه قوي في السن، وكمان كانت جارتهم يعني فكانت قريبة قوي منه. كان دايما بيبص لها عادي، مراته حلوة، بس ما كانش بيفكر فيها غير كده ولا بص ليها بص غير طبيعية. لحد ما في يوم ندهته، كانت نقع البطاطين بتاعتها في البانيو، فندهته ان هو يساعدها، لان هما طبعا ما بعد ما بيتحطوا في المية بيبقوا تقال جدا. فبيقول انا روحت لها وطلعت شقتها وكانت سايبالي الباب مفتوح، بنده عليها قالت لي تعالى انا في الحمام. دخلت عليها الحمام، طبعا هدومها كانت كلها ميه وكانت بتحاول تشيلهم لوحدها، والهدوم اول ما بتتبل ميه كان تقريبا جسمها كده اول مره اشوفه في وضع زي ده، اول مره احس اصلا اشوف ست في وضع زي ده. حاولت كتير انها تملك اعصابي، لكن كان باين عليا اللخبطه جدا جدا، وهي كمان لاحظت وحطت وشها في الارض. بس قدرت ان انا اتمالك نفسي واداري نفسي بسرعه. شلت معاها البطاطين التقيله من البانيو، وكان غصب عني جسمي بيلبس جسمها وايدي بتيجي عليها وعلى جسمها. هي ما كانتش مدياني اي اهتمام ولا اي حاجه في دماغها. ساعدتها وخلصت معاها ونشرتهم ليا في البلكونه، وفضلت معاها شويه، بس كان لازم يعني تشرب كوبايه الشاي بعد ما تعبت معايا. انا ما قدرتش اقعد لان كانت هدومي كلها مبلوله، ففضلت واقف. لقيتها جايبه لي عصير وجايبه لي فوطه، بتقولي نشف نفسك لان انت كده ممكن تاخد برد وتشيلني ذنبك. انا بصراحه اتحركت ان انا ادخل اخد دش عندها او ان انا اغير هدومي عندها، مع اني كان ليا هدوم عندها لان هي اللي بتغسل لينا وكده. بس انا بصراحه اتحركت. المهم ادتني غيار وفوطه ودخلت اخدت دش. اول ما دخلت الحمام واختليت بنفسي، بصراحه الموقف كان مأثر فيا قوي. اول مره اشوف منظرها ده، وكمان لقيت الهدوم الداخليه وملابسها متعلقه وهدوم النوم بتاعتها معلقه ورا باب الشماعه، ورا البيت على الشماعة. أول ما قفلت الباب شفتها، مسكتها وفضلت أشم فيها وأتخيلها وهي لابساها. يا ترى شكلها هيكون عامل ازاي؟ من اللحظة دي أنا نظرتي اتغيرت ليها خالص، ما بقتش أشوفها كأنها مرات خالي، بقيت أشوفها كأنها حبيبتي أو البنت اللي أنا نفسي فيها أو نفسي أعمل معاها علاقة. بالفعل بعد ما انتهيت من اللي أنا عملته مع نفسي، انتهيت وكمان خدت دش. خرجت وأنا لابسة هدوم نظيفة وناشفة. قعدت عشان أشرب العصير وأتكلم معاها شوية. خالي بيشتغل في محافظة تانية، بيرجع يوم خميس وجمعة وبيمشي كل يوم السبت الفجر. المهم فضلت أتكلم معاها شوية، بس هي فضلت تشتكي لي إن جوزها بيشتغل طول الأسبوع وما بيجيلهاش إلا يومين بس، وقالت لي أنت زي أخويا وأنا بتكلم معاك، ولو ليا أخ هتكلم معاه زي ما بتكلم معاك كده. أنا الموضوع ده بيضايقني جدا لأنه بيجي بعد تعب طول الأسبوع، مش بيبقى قادر حتى يتحرك. بقى نفسي اقعد معاه اتكلم معاه في اي حاجه، لكن هو بيجي تعبان. طبعا انا ببقى عاوزاه بس هو برضه مش قادر، ولا احس ان انا مراته وان احنا لسه صغيرين ومن حقنا ان احنا نتمتع بشبابنا. استأذنت وقمت منها تاني قبل ما الاشاره تبان عليا. انا حتى مش لاحق ان انا اخلص كلام معاها، وبالفعل نزلت والموضوع انتهى على كده. وهي كل ليله في احلامي، ولو مش في احلامي بتخيلها قدامي، وهي بقت كل حياتي وببني معاها قصص وحاجات وخيالات. تاني اسبوع الاسبوع ده خلص، لقيتها بتنده عليا تاني بتقولي انا غاسله السكات وعايزاك تشيله ننشره مع بعض فوق السطح. طبعا انا ما صدقت انها قالت لي حاجه زي دي، اكيد هطلع الاقيها زي اول مره. بالفعل طلعت لقيتها سايبه لي باب الشقه مفتوح، ولقيتها مغطيه بتغسل السكات. بصراحه بقى المنظر المره دي كان اقوى من المره اللي فاتت. ما كنتش قادره اتمالك نفسي ولا امسك نفسي خالص. اتجرأت شويه وحضنتها من ظهرها كده، لقيتها بتقول لي ابعد شويه حد يشوفنا انت مجنون، ولقيتها بتزقني زقه بسيطه كده.